تمدنا البحوث الجيولوجية بوثائق وسجلات تشير إلى بدء انتهاء الحقبة الجليدية الرابعة قبل حوالي 20,000 سنة، ونظرا لتأييدها بمعطيات العلوم الأخرى فبالإمكان القول أنها تشخيص أقرب إلى الصواب، حيث برهن على أن الأمطار كانت أكثر غزارة وأن الخضرة كانت أوفر في الصحراء الكبرى والبادية العربية قبل 10,000 سنة. وتتقاطع هذه الظروف الملائمة مع تطور ثقافة الرعي في نفس الحقبة على وجه التقريب. بالإضافة إلى ذلك يتجسد التطور العظيم الآخر في بروز المجموعة اللغوية السامية المتفوقة على البنى اللغوية البدائية المتواجدة في أفريقيا. وما الثقافة السامية في مضمونها سوى ثقافة رعي؟ فعلى سبيل المثال حظي الرعي حينئذ بأهمية قصوى، لدرجة أن الإرث الثقافي العظيم المتكون بشأن العديد من الحيوانات كالجمل والغنم والماعز لا يزال مستمرا إلى الآن. تأسيسا على ذلك نلاحظ أن الإثنية قد تشكلت لتكتسب هوية متميزة ومختلفة، وما الحفاظ على سريان ثقافة الإثنية القبيلة على نحو وطيد ومتجذر إلى الآن إلا برهان قاطع على هذا التطور. بالمستطاع العثور على الكثير من تأثيرات هذه الثقافة في العديد من مفردات الحضارتين السومرية والمصرية، وكأن الثقافة السامية تركت بصمتها الراسخة لتكون أثرا ممهورا على صفحات التاريخ لأول مرة، ارتباطا بالمناخ الذي ظل ملائما حتى قبل حوالي 6,000 عام، لتنتشر في مساحات شاسعة بدءا من الصحراء الكبرى إلى شرقي الجزيرة العربية وصولا إلى ساحات الأراضي الشمالية الخصبة الصالحة للزراعة. من هنا تشكل الثقافة السامية استمرارا ومستوى أرقى للثقافات البارزة في الأخدود الكبير بأفريقيا الشرقية، وسيعزز هذا الحزام الثقافي خصوصيته لاحقا مع تأسيس الأديان التوحيدية. لكن من المهم التشديد على أنه سيجري تقييم هذه الثقافة كأولى القبائل المستولية على الحضارتين المصرية والسومرية في التاريخ باسم قبائل الآراميين والعبيرو، أي الأناس المغبرين الآتين من الشرق والغرب، أكثر من اعتبارها معينة في تكوينهما. وبالمستطاع القول إن السامين كانوا كيانا مهما جدا في فجر التاريخ، وكان دوي خبطة أقدامهم كان هدارة، أما عجزهم عن تخطي الأراضي الصالحة للزراعة في الشمال فربما يعزى إلى تحقق تطور ثقافي أكثر تفوقا مما هم عليه هناك. وقد يكون من الأنسب وصف هذه الكيانات التي يمكننا اعتبارها ثقافة انتقال متدرجة نحو الزراعة بثقافة الحقول على وجه العموم، في حين أنه يمكن نعت أصحاب هذه القوى الاجتماعية المسماة تاريخيا بالآريين بأصحاب الحقول أو أصحاب الأرض. لفظ آري الذي يشير إلى أصحاب أول هوية ثقافية في هذه الأراضي يعني في الكردية التربة، الأرض والحقل، لذا بإمكاننا اعتبار الآريين بأنهم مبدعو الزراعة، كونهم أول من بدأ بفتح الأراضي الواقعة شمال الساميين للتطور الزراعي، وفي مقدمتها قوس جبال طوروس وزاغروس كبقعة النواة. لطبيعة المناخ وبنية التربة الخصبة والغطاء النباتي والتنوع الحيواني دور رئيسي في إنجاز هذا التطور، فبينما انحصرت الزراعة في المناطق السامية ضمن عدد محدود من الواحات واقتصرت على زرع أنواع قليلة من الأشجار كالنخيل، فقد كانت أراضي القوس الهلال الخصيب صالحة لتكتنفها الحقول من جميع أطرافها، ومناسبة إلى أقصى حد لزراعة الكثير من الثمار والخضروات كالزيتون، الفستقيات، البلوط، أنواع الصنوبريات، العرعر، أنواع الفواكه، الكروم، أنواع العنب، والحبوب، أنواع القمحيات، علاوة على أنها كانت ساحة تتجول فيها العديد من الحيوانات الوحشية القابلة للتدجين على شكل قطعان كبيرة تشمل أنواعا عديدة، وفي مقدمتها الغنم، الماعز، البقر، الخنازير، الكلاب والقطط، بالإضافة إلى الغابات الواسعة على مرتفعات الجبال ومرور الفصول الأربعة بأفضل حالاتها هناك. أما الأمطار فكأنها ري منتظم وضفاف الكثير من الأنهار والينابيع ملائمة للاستقرار والاستيطان. من هنا وفي ظل كل هذه الظروف المناسبة فمن الطبيعي ترقب بزوغ فجر التاريخ هناك.